يحكم بالفشل ابتداء على كل محاولة تدمير العالم الإسلامي، لا في فلسطين ولا في غيرها، لسبب بسيط، أن ها هنا يوجد القرآن، والحرب آنئذ تكون على الله. تها ديك الساعة ربع يديك وشوف تفرج في النتيجة. ماشي معنى أنه ما خصكش تقاوم كذا، لا، ماشي هذا المعنى، ولكن معناها اليقين. وإن جندنا لهم الغالبون وجند الله إنما هم أهل القرآن. ماشي زعما اللي حفظوه فقط، لا، المقصود الذين يحملون أمانة القرآن ورسالة القرآن، هؤلاء جند جل وعلا. وهم أهل الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأوفوا بعهدي، أو وأوفوا بعهدي حسب القراءتين. عهد، أوفي بعهدكم، عهد الله جل وعلا إلينا وعهدنا إلى الله فيه إيجاب قبول، عقد، كونترا، عقد. الله عاهد إلينا ونحن عاهدنا إليه. عاهد إلينا ألا نعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عهد الله جل وعلا إلينا، وعهدنا نحن إلى الله هو هذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عهد الله جل وعلا صراط مستقيم يقود إلى الجنة. هذا صراط مستقيم، طريق مستقيم قائم على الحق، يبدأ بعبادة الله والتنكر لإبليس ومحاربته. أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إعلان العداوة على إبليس، لأنه يقابلها إخلاص العبادة لله، وأن اعبدوني. إذا وقعت هذا فهذا الذي وقعته صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم، وأقرب الطرق الموصلة إلى المكان الخط المستقيم، ولذلك الطريق ديال الطيارة دائما خط مستقيم. الصراط المستقيم هو أقرب طريق موصل إلى الجنة. إذا حفظت هذا فالله عز وجل يحفظه لك، تحفظه أنت بحفظ مقتضى ما عهدت به وتعهدت به. تعهدت بأن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا صدقت فيما تعهدت به لله صدقك الله جل وعلا فيما تعهد به لك، وهو أن يوصلك إلى نتيجة الصراط المستقيم وهو الجنة. ولذلك قلت هذا السؤال، هذه الحقيقة أو هذا الأمر نوجهه أولا إلى أنفسنا. سنة وقعت في التاريخ، تاريخ الأمم التي كانت قبلنا من بني إسرائيل، ونحن أحوج اليوم ما نكون إلى هذا المعنى. ولذلك خاطبنا الله به صراحة، وقد ذكر لنا هذه القصة، قصة بني إسرائيل، في سياق آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. المشكلة طول الأمد وفارق العهد بيننا وبين القرآن. طال العهد بيننا وبين الكتاب كما طال العهد بين بني إسرائيل وبين كتابهم، فأدى ذلك إلى قسوة قلوبهم فحرفوا وبدلوا. والله جل وعلا يستبطئ قلوب المؤمنين، يستبطئ قلوب المؤمنين. الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. واش مازال عليكم الحال؟ ما تجيوش لعند رب العالمين، ما تتوبوش لرب العالمين. الميان للذين آمنوا، فهو يخاطب هذه الأمة ويخاطب الصحابة ومن بعدهم من المسلمين من التابعين لهم إلى يوم القيامة، أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين، ما يوقعناش المشكل اللي وقع لبني إسرائيل. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والرهبة هي الخطاب الذي خاطب الله بني إسرائيل، هي الخطاب الذي خاطب الله به بني إسرائيل، وهو الخطاب المتوجه إلينا اليوم، الرهبة، لأنه لا يرهب الله إلا الذي يعرف الله، وهم يعرفون الله ويعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويتلونه، لكن ليس حق تلاوته، يحرفونه. استيقنوا الحق وجحدوه، فهم يعرفون الله جل وعلا لكن لم يقدروه حق قدره، وما قدروا الله حق قدره.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لأن خطاب الرهبة في الأصل اللي يرهب رب العالمين شكون هو الإنسان الصالح. الإنسان الصالح هو الذي يرهب رب العالمين، وهو قوله سبحانه وتعالى في الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لأن ما معنى الرهبة؟ كاين التقوى وكاين الرهبة. فأما التقوى فأنت تتقي أي تحذر. رد البال يمشي يوقع لك المشكل رغم أنك قد لا تكون قد رأيت المشكلة قبل. فالإنسان يتقي الله ويتقي النار، ولا أحد رأى النار. واتقوا النار، اتقي النار، أنت ما رأيت النار فتتقيها لأنك تخاف من أن تقع فيها. والتقوى هو احتياط يكون قبل فوت الأمر وقبل وقوع الإثم، هذا تقوى، لكي يرد البال قبل ما يوقع في الإثم، هذا تقوى. أما الرهبة فأعظم من ذلك، إنما تقع بقلب العبد الذي رأى، لأنه من الناحية اللغوية في الأصل في منطق اللغة، يعني فاش كيكون التعبير بليغ كيقول لك اتقي الأسد. خارج راني مسافر وغادي ندوز على واحد الغابة واحد الأدغال، في البداية يقال لك اتقي الأسد، يعني رد البال، راه ديك الطريق فيها السبع عنده يخرج لك، انت مازال ما شفت والو، فتخاطب بالتقوى. لكن ملي تمشي ويخرج قدامك السبع، ها هو ما بقى التقوى، بقى الرهب يشدك الفزعة في قلبك لأنك رأيت بعينك ما يفزع. فبنو إسرائيل عرفوا أيام الله، دازت عليهم، ووقعت قصة البقرة فيهم، ووقع رفع الطور على رؤوسهم، ووقع لهم غرائب ويحكون ذلك في كتبهم ويروونه صغيرا عن كبير مما اختلط عندهم فيه الحق بالباطل. عرفوا أيام الله وعرفوا سنته، ولذلك قال لهم أنتم عارفين. لذلك قال وإياي فارهبون. هذا الخطاب الأول، شيء عجيب جدا. أوليس المسلم هو أولى بهذا، وهو الذي يعرف الله حقا وصدقا، ويعرف قصة النبوة ثابتة في الكتاب والسنة؟ المؤمن أولى بهذا الخطاب، وخاصة في مثل زماننا هذا، لأن الإنسان يعيش على شفا جرف نهار، عايش في الخطر فعلا، لأنه يعلن الحرب على الله جل وعلا، لأنه يلابس المنكر، لأنه يترك الصلوات. وقبل قليل كان الأذان والناس يمرون في الشارع كأنهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون قطعا. واحد حالة نفسية عجيبة كتوقع في قضية السمع، يعني اللي تأمل بعض الأحيان كي يعيط لك شي واحد وما كتسمعوش رغم أنه وحدك، فراه ماشي الودن اللي كتسمع، حقيقة ماشي الودن، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، الوجدان ديالك فين حاضر. فهذا الذي يمر في الشارع صباح مساء والآذان يتكرر على أذنه من الفجر إلى العشاء ولا يسمعه، مسدود بالذنوب بالآثام. الأمة في غالب الأمر مع الأسف هذا وضعها، تحتاج إذن إلى إيقاظ، إلى يقظة، تحتاج إلى أن تسمع الأذان جيدا، رد البال لكلمة الأذان ماذا يقول، كلمة. وكذلك هذا القرآن، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لو أبصر المؤمن حقا القرآن إبصارا وأبصر حقائقه لسكنت الرهبة قلبه، ولما استطاع أن ينام على جنب بعد سماع الأذان، ولما استطاع أن يقبل على خطيئة وهذا النداء يسكن قلبه، ولما استطاع أن يتخلف عن واجب من واجبات الدين والإسلام، وهذا القرآن يوقظ وجدانه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.